ستختلف بين مدرب واخر. المباراه قد تنتهي في 90 دقيقه، قد نلجا لشوطين اضافيين، وقد نحتاج لضربات الجزاء. كل حسابات سيضعها المدربين في حساباتهما. اذا ثواني وغتعطي انطلاقه ديال هذه المواجهه من طرف الحكم كريم صبري. نذكر بان هناك مباراه كذلك عن هذا الدور ربع النهائي اللي كتدور او دارت تقريبا ساعه الان. الشوط الاول الشباب هو والنهضه البركانيه، اللقاء اللي كيدور الملعب الكبير باكادير 0-2 بين الفريقين. التنفيذ في الوقت امامنا انس زليزي كيطلب اللاعبين بان يكون هناك حراسه فرديه على اللاعبين. ايوب بوشا كره دائريه داخل منطقه الجزاء، فرصه راسيه، الهدف هدف اول لفائده فريق شباب المحمديه بواسطه عبد الحق عسال. عبد الحق عسال يتمكن تقريبا دقيقه على بدايه هذه المباراه من تسجيل الهدف. كان ارتقاء ديال عبد الحق عسال، يضع الكره بالراس في الوقت اللي لاعبين الفريق ان هناك تسلل. نتابع هذه المحاوله، نتابع هذه الفرصه. عبد الحق عسال يرتقي فوق الجميع، عميد فريق شباب المحمديه، ويضع الكره في شباك الحارس انس الزيتي. بدايه قويه لصاحب الارض والجمهور فريق شباب المحمديه. نتابع كان المتابعه ديال انس الزيتي، الكره ارتطمت بالعارضه ثم لمست انس الزيتي وعانقت الشباك. اذا في انتظار لتاكيد او الغاء الهدف، خصوصا كما قلت بان دي فرصه لفائده فريق شباب المحمديه. البحث على العرضيه، محاوله خطيره وتسديده قويه مره اخرى. ترجع الكره لمروان زيلا، كانت تسديده قويه في الوقت اللي الحكم المساعد كان رافع الرايه. محاوله اخرى اكتست خطوره على دفاع ولا مرمى فريق الرجاء من الجهه اليسرى. ترفعت الكره في اتجاه لاعب مروان. لما نتحدثوا على الرجاء فكنستحضروا الكؤوس، كنستحضروا البطولات، وبالتالي معيد للتنفيذ. يسري بوزو كيلعب كره دائريه، فرصه مروان هدودي، فرصه دائما خطوره. نتابعوا من جديد هذه المحاوله. يسري بوزو لعبات الكره، مروان هدودي لعب الكره بالكعب، وصلت الكره لمحمد مقعازي، تدخل ممتاز لزكريا ناسيك. بالتالي كتضيع هذه المحاوله من فريق الرجاء. نتابع من زاويه اخرى، محمد مقعازي الكره كان في اتجاهها للشباك. بعد غادي يعتمد على كل فريق لعبات الكره طويله، البحث عن الراسيه كمال القراع كيمرر في الجهه اليسرى، البحث على العرضيه ايوب بوشا، والكره مسدس العارضه مره اخرى. الخطوره من العرضيه من الجهه اليسرى لمسات، مشات الكره للاعب زريده داخل منطقه الجزاء. فرصه تسديده، دائما خطوره، خروج الحارس مهدي الحرار. كانت تسديده ديال سفيان بن جديده، ولكن الكره مشات في انتظار الصافره ديال الحكم من اجل تنفيذ هذه الكره الثابته. زكي لابطي لعبت كره في يد الحارس مهدي الحرار، لعبت مباشره للمرمى، والكره سهله في يد الحارس مهدي الحرار. الحكم كيعلن على خطا. هناك امكانيه التمرير في الجهه اليمنى. هذه فرصه تسديده محمد مقعازي وتدخل الحارس مهدي الحرار. محمد مقعازي كان بامكانه يمرر اتجاه اللاعب الكره الذهبيه لسهم فوز بالمنتخب. هنا كانت المطالبه بالخطا، تدخل ديال زكريا دريوش. الحكم طلب بمواصله اللقاء. تبعد المحاوله من الجهه اليمنى، بولكسوت رفع الكره. دي فرصه ومشات مباشره فوق المرمى. كانت محاوله، رفعت الكره من محمد بولكسوت ديال لاعب يسري بوزوق. تبعد الفرصه، الحكم المساعد رفع الرايه. تابع هذه المحاوله بالجهه اليمنى، يسري بوزوق الكره جوزت خط المرمى. الحكم المساعد كان رافع رويه، خصوصا على مستوى دوري ابطال افريقيا مع فريق الرجاء. لعبت كره، دي فرصه سفيان بجديده، دائما محاوله كره مع مقعازي، محمد مقعازي. دي فرصه لفريق الرجاء بالجهه اليمنى، البحث عن التمرير وتلعبت الكره. حاول يوصل بوزوق يلعب الكره مباشره، تسديده قويه ولكن بعيد. سفيان بجديده، دي فرصه سفيان بجديده، فرصه داخل منطقه الجزاء. الحكم كيعلن على عند اللاعب مقعازي، وصلت الكره لسفيان بجديده. الحكم كان قريب من العمليه. نتابع من جديد سفيان بن جديده هنا التمويه. اذا تقريبا ما كاينش هناك لمس المكنازي. مشات الكره في الجهه اليسرى، اول فرصه واول محاوله لفائده فريق زكريا الهبطي. تنفذ الخطا، لعبت كره دائريه، فرصه خروج الحارس الراسيه. الكره مشات جانبا، اصابه ديال مروان هدودي. نتابعوا هذه المحاوله، ارتقاء ديال مروان هدودي، تدخل من طرف الحارس مهدي الحرار. نتابع هذه المحاوله، لاحظوا خروج. اذا كريم صبري يعلن عن ضربه جزاء.
ضربة جزاء لفائدة فريق الرجاء، ويستعد للتنفيذ سفيان بن جديدة، يضيع تدخل حارس المهدي الحمدية. تابعوا من جديد سفيان بن جديدة يسدد في مناسبتين المهدي الحرار كيتمكن من التقاط الكرة. تابعوا من جديد تضييع ضربة جزاء بالنسبة لفريق الرجاء من زاوية أخرى. تربيع الكرة، فرصة لفائدة فريق الرجاء، فرصة هناك تسديدة، ولكن الكرة كتمشي جانبا بواسطة اللاعب محمود بن تيك كيحاول يكون هناك ازدواج. نتمنى كل التوفيق لكل المنتخبات الوطنية. كان تدخل ديال محمد بولكسوت، الحكم كان الخطأ. تدخل كان أمام داخل منطقة الجزاء، لعبت الكرة دائرية مباشرة، فرصة وتدخل الحارس مهدي الحرار. يسري بوزوق لعب الكرة مشات مباشرة على الزاوية، لعبت الكرة في القائمة الثانية الرأسية، فرصة ودخول حمزة خبا، لعبت الكرة ومرت جانبا. أول فرصة محمد زريدة، فرصة يسري بوزوق عند محمود بن تيك، فرصة للرجاء، ترفع الكرة والهدف. حمزة خبا لم يخب ظن مدير كبير في ادخال حمزه خبا الذي تمكن من وضع الكره، وحمزه خبا يضع الكره في الشباك. نتابع هذه المحاوله، يسري بوزوق يمرر اتجاه لاعب محمود بن تيك، ما زاد ما نقص، وضع الكره. كان هناك خطا على مستوى ابعاد الكره، وحمزه خبا في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. هدف التعادل لفائده فريق الرجاء، هدف سيشعل المباراه، هدف اعتقد بانه غادي يخلينا نتابعوا الدقائق المقبله والدقائق القادمه اكثر قوه واكثر. تبدأ المحاوله، فرصه تسديده، تدخل الحارس خابا، فرصه للرجاء، حمزه خابا دائما تسديده، فرصه محمود بن تيك تسديده قويه مرت جانبا لفائده فريق الرجاء. رفعت الكره، فرصه ومحمود بن تيك زكريا الابطي رفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه راسيه زكريا دريوش. انتبهوا هذه الفرصه لفائده فريق شباب المحمديه، مراوغه اولى وثانيه، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه الهدف لفائده فريق شباب المحمديه من الجهه اليسرى، نفذت الزاويه داخل منطقه مروان زيلا مره اخرى، تدخل. انتبهوا هذه المحاوله، لعبت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه ديال مروان زيلا، تدخل الحارس انس ازليتي، ثم ابعاد الكره من محمد او اللاعب مروان هدودي. سنتابع القرار. ضربة جزاء لفائدة فريق شباب المحمدية. عبد الحق عسال يستعد للتنفيذ، عبد الحق عسال تعلق زنيتي ولمهدي الحرار. اذا عبد الحق عسال لم يتمكن من تسجيل هذا. عبد الحق عسال وانس زنيتي، هنا الخبره وهنا التجربه وهنا التصدي لانس زنيتي الذي يبعد الكره. نتابع هذا زكريا حدراف داخل منطقه الجزاء. زكريا حدراف لعب كره، فرصه اعتقد اللي ما عرفتش واش بحث على حمزه خابا انه يلعب فريق الرجاء. حمزه خابا مشات الكره عند اللاعب يسري بوزوق، فرصه ومرات جانبا. يسري بوزوق كان بامكانه ينهي كل شيء. فرصه لفريق الرجاء، حمزه خابا عند اللاعب وليد الصبار. يسري بوزوق، فرصه للرجاء، فرصه هناك وضعيه تسلل او الحكم كان على الزاويه. كانت فرصة لفائدة فريق الرجاء الذي كان قريبا. الهدف، هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء، هدف ثاني بواسطة اللاعب محمد زريدة يضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة للاعبي فريق الرجاء، لعبات الكرة بسرعة، زريدة في المكان المناسب يودع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة للاعبين ولجماهير فريق الرجاء. تابعوا من جديد يسري بوزوق نفذ الزاويه الراسيه بطريقه ممتازه بقوه. لاحظوا هذه المحاوله اللي منحت هدف ثاني لفائده فريق الرجاء. محمد زريده، يعني القوه ديال الراسيه يعني خلاتش اي رد فعل من الحارس مهدي حرار اللي ما تمكنش من ابعاد الكره. الرجاء ان كي ياخذ التقدم في الشوط الاضافي الاول. زريده الحكم كيقوم بكيجيو خطا دي فرصه بولكسو داخل منطقه الجزاء، فرصه للرجاء. زكريا حدراف تسدد مهدي الحرار، دائما الخطوره في الوقت اللي عبد الرزاق ناقوس يستعد للدخول في الوقت. انتبهوا المحاوله، تسديده قويه اليمنى بواسطه اللاعب حمزه الرحلي، فرصه الحكم المساعد
الرافع الرايه. كان هناك وضعيه تسلل في الوقت اللي كان الخروج ديال الحارس انس ديتي اللي مازال ساق. زيلا امام 3 ديال اللاعبين. مروان زيلا فرصه